السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا اللي بيتابعونا من القاهرة والمحافظات وإخواتنا في الخارج. ربنا يجعلها سنة أهدى وأرحم علينا كلنا. أنا عارف إن ناس كتير تعبانة، وعارف إن ناس كتير بتسمع أخبار الاقتصاد وتقول طيب وبعدين. النهاردة أنا هتكلم زي ما المواطن بيحس، مش زي ما العناوين بتقول. بيقولوا لك خبر كويس، خفض فوايد وتسهيل ومرحلة جديدة وتحسن، وأرقام التضخم نزلت شوية. في أول ثانية تحس إن في نفس، تحس إن الدنيا يمكن تفرج، وبعدين ترجع للواقع. تفتح الموبايل تلاقي رسالة من صاحبك مفيش شغل، وتلاقي خريج بيكتب حد يعرف فرصة، وتلاقي أب في البيت صوته واطي. مش قادرين نعيش نفس الدوامة تاني. هنا بقى السؤال اللي محدش بيحب يقوله بصراحة: هل خفض الفايدة يعني وظائف، ولا دي مجرد حركة فوق والناس تحت لسه واقفة مكانها؟ أنا مش ضد إن الفايدة تنزل، ومش ضد إن التضخم يهدى، ده مهم. بس أنا ضد إننا نحتفل بحاجة ما وصلتش لحياة الناس، لأن المواطن ما بياكلش عنوان، المواطن بياكل من شغل. خليني أحكيها من أولها ببساطة. أنت كمواطن، الفايدة عندك مش رقم في البنك. الرقم الحقيقي عندك هو: هل هتلاقي شغل؟ وهل الشغل ده هيكمل؟ وهل آخر الشهر هيبقى فيه مرتب؟ وهل المرتب ده هيكفي؟ لما الإجابة تبقى ضعيفة، المجتمع كله بيتغير. الناس بتأجل الجواز، بتأجل الخلفة، بتأجل مشروع صغير، بتأجل حتى شراء حاجة ضرورية. وبينتشر نوع من الخوف الهادي، مش خوف صراخ، خوف صمت، خوف إن بكرة يبقى أسوأ. طيب، خلينا نفهم كلمة واحدة بتشرح القصة كلها، اسمها انتقال أثر السياسة النقدية. يعني إيه؟ يعني القرار اللي بيطلع من البنك المركزي، هل بيوصل للناس ولا لأ؟ هل بيوصل لقرض فعلا؟ هل بيوصل لتاجر فعلا؟ هل بيوصل لمصنع فعلا؟ هل بيوصل لتعيين فعلا؟ المشكلة إن الطريق ده ممكن يتسد، وساعتها أنت تسمع خفضنا الفايدة، وتحس طيب أنا مالي؟ أنا لسه بدور على شغل، لسه الأسعار بتشدني من رقبتي، لسه البيت مقلوب حسابات. خلينا نفهم خفض الفايدة بيعمل إيه بالضبط. خفض الفايدة مش معجزة، مش فلوس ببلاش، ومش ماكينة وظائف. ده مجرد تغيير في سعر الاقتراض في قمة النظام المالي. زي ما تقول البنزين في محطة كبيرة فوق اتغير سعره، بس العربية بتاعتك تحت مش لازم تتحرك تلقائي. لازم يبقى فيه طريق مفتوح، ولازم يبقى فيه سبب للحركة. على الورق، خفض الفايدة ممكن يساعد ناس: شركة تستلف أرخص، تكبر، تعين. أسرة تقسط أسهل، تشتري، الطلب يزيد. ودولة تستلف داخلي بتكلفة أقل مع الوقت. بس خد بالك من كلمة واحدة: الثقة. من غير ثقة محدش بيستلف، ولا شركة بتكبر، ولا بنك بيمد إيده، ولا أسرة بتخاطر. الثقة مش كلمة في مؤتمر، الثقة هي إحساس إن القواعد ثابتة، وإن بكرة مش مفاجأة، وإن الأسعار مش هتطير فجأة، وإن الشغل مش هيتقطع فجأة. هنا تيجي الصدمة اللي المواطن بيحسها. انت تسمع عن خفض فوايد، بس صاحب الورشة يقول هستنى، مش لأنه بيكره التوسع، لكن لأنه خايف يعمل وعد، والتعيين وعد. التعيين يعني مسؤولية، يعني مرتب كل شهر، يعني تأمين، يعني التزام. ومحدش بيعمل التزام في الضباب. تعال نعيش مشهد بسيط: ورشة صغيرة، حدادة، نجارة، خياطة، مش مهم نوعها. صاحبها يسمع الفايدة نزلت، يفكر يجيب ماكينة جديدة، ويحتاج خامات زيادة، ويحتاج يعين 2 أو 3. بس الواقع قدامه يقول له الخامات أسعارها مش ثابتة، في حاجات مرتبطة بسعر عملة وبسلاسل توريد. الزبون نفسه خايف، الناس بتشتري الأساسيات وبس، والطلب ضعيف. وفي قلق من مصاريف تشغيل، كهرباء، نقل، رسوم، خدمات. وفي سؤال كبير: الشهر الجاي هيبقى هادي ولا فيه موجة جديدة؟ في اللحظة دي، حتى لو القرض أرخص، القرار الطبيعي يكون هستنى. والانتظار ده هو اللي بيقتل الوظائف، لأن الوظائف بتطلع من قرار توسع، والتوسع محتاج وضوح. طيب، مين تاني بيقفل الطريق؟ البنوك. وأنا مش بهاجم بنك بعينه، أنا بتكلم عن منطق النظام وقت الخطر. وقت المخاطر، الفلوس بتحب الطريق الآمن.
لو البنك يقدر يحقق عائد مريح بأقل مخاطرة هيختار ده، لأن تمويل المشاريع الصغيرة فيه صداع، فيه تعثر، وفيه صدمات، وفيه ملفات ومحاسبة وتحصيل، وفيه احتمال خسارة. فبيحصل إيه؟ الفلوس تلف جوه النظام المالي، لكن ما تروحش الورشة ولا مصنع صغير ولا شركة ناشئة. وساعتها المواطن يشوف مشهد غريب: أرقام بتتحسن في مكان وحياة بتتعب في مكان تاني، ويطلع إحساس قاتل: هم بيحسنوا الأرقام بس مش بيبنوا الشغل. وهنا لازم نقول الحقيقة اللي بتوجع: الوظائف هي المحرك الحقيقي لأي بلد، مش الكلام، مش العناوين، مش المؤتمرات، الوظائف. طيب، الناس بتقول: طب في دعم، في خصومات، في تحويلات، في تخفيف، في برامج مساعدة. أنا مش ضد التخفيف. التخفيف وقت الضغط مهم، خصوصا للفئات الأضعف، لكن التخفيف لوحده مش حل دائم. التخفيف من غير وظائف يبقى زي مسكن، يسكت الألم يومين وبعدها الألم يرجع. لأن الراحة الدائمة مش خصم فاتورة، الراحة الدائمة دخل ثابت، والدخل الثابت بيجي من شغل منتج مش من مسكنات. والمواطن هنا بيحس بجملة مرة: ليه المساعدة دايما متأخرة؟ وليه دايما مؤقتة؟ وليه دايما بتخليني أعيش يوم بيوم؟ السبب بسيط: لو مفيش محرك وظائف، الدولة بتبقى بتجري ورا النار، تهدي هنا وتطفي هنا، وبعدين النار تشتعل تاني، وده يستهلك طاقة البلد كلها. طيب، في نقطة الناس بتخاف منها جدا: الأسعار. لما الفايدة تنزل، في ناس تفرح وبعدها تقلق، لأن التضخم مش رقم بس، التضخم توقعات وسلوك ونفسيات. لو الأسرة متوقعة الأسعار هتزيد، تشتري بدري، ولو التاجر متوقع التكاليف هتزيد، يرفع بدري. فتلاقي السوق كله بيتحرك بالخوف مش بالحسابات. وعشان كده، حتى لو عنوان التضخم هادي، المواطن يسأل: هل الهدوء ده ثابت ولا مؤقت؟ لأن لو رجع الضغط، أول ناس هتتسحق هي الناس الضعيفة. كمان لازم نتكلم عن فئة مش بتظهر في العناوين: المدخرين. في بيوت كتير عايشة على عائد مدخرات، متقاعد، أرملة، أسرة حوشت سنين، عامل بيحاول يحمي نفسه من يوم أسود. لما الفايدة تنزل، دخلهم يقل، وساعتها مش بس هم يتعبوا، ده الطلب في السوق يقل، والطلب لما يقل، التاجر ما يكبرش، والصانع ما يتوسعش، والوظائف تقل. يعني خفض الفايدة مش خير مطلق، هو نقل ألم من مجموعة لمجموعة، وده لازم يتقال بوضوح عشان ما نعيشه في خدعة: الخبر كويس للجميع. لا، مش للجميع بنفس الطريقة. طيب، نرجع لسنة 2026. فيه توقعات بخفض فوائد تاني، ممكن يحصل، وممكن السوق يراهن على ده. بس السؤال مش هل الفايدة هتنزل، السؤال الحقيقي: هل الشغل هيرجع؟ لأن لو الفايدة نزلت والشغل مرجعش، المواطن هيترجمها كده: هم بيشتروا وقت، هم بيهدوا الأرقام. لكن المحرك الحقيقي لسه مطفي، والمحرك هو قروض تروح للإنتاج، واستثمار يطلع سلع وخدمات، ومبيعات تتحول لرواتب، ورواتب تتحول لطلب، وطلب يدفع توسع جديد. دي الدايرة اللي بتبني بلد. لو الدايرة دي مش شغالة، تفضل في دايرة تانية: دايرة مسكنات ومؤقت وتأجيل وشد الحزام. والناس بتتعب من كلمة شد الحزام، لأن الحزام له آخر، والبيت له آخر، والنفس له آخر. طيب، إيه اللي يفتح محرك الوظائف فعلا؟ مش هقول شعارات، هقول شروط بسيطة، قواعد واضحة وتطبيق ثابت عشان المستثمر يعرف يحسب. مدخلات إنتاج متاحة بسعر منطقي، خصوصا للناس اللي بتنتج وبتصدر. طلب محلي مبني على دخل حقيقي مش على خوف. تمويل يروح لقطاعات منتجة مش بس للأكثر أمانا. تدريب يوصل لشغل حقيقي مش كلام. لما الحاجات دي تتحسن، الوظائف تظهر بهدوء. مش لازم إعلان كبير، لكن الناس تحس. الورشة تعين، المحل يوسع، الشركة تفتح فرع، السائق يلاقي شغل أكتر، الخريج يلاقي بداية. وساعتها بس خفض الفايدة يبقى له معنى عند المواطن، لأنه وصل له، مش بس عدى فوق راسه. في الآخر، أنا عايز أقول جملة واحدة واضحة: الاقتصاد مش مؤتمر صحفي، الاقتصاد حياة. والمواطن مش مطلوب منه يعيش على أمل عناوين. المواطن محتاج يلاقي شغل،
ويحس إن في مستقبل، حتى لو ببطء، حتى لو خطوة خطوة. لما تسمع خبر خفض فوايد، اسأل سؤال واحد: هل ده فتح شغل؟ هل ده خلى الورش تعين؟ هل ده خلى المصانع تنتج أكثر؟ هل ده خلى المرتبات تلحق الأسعار؟ لو الإجابة نعم، يبقى الخبر فعلا كويس. ولو الإجابة لا، يبقى الخبر مجرد تهدئة على الورق، والناس تحت هتفضل تشيل. والشيل مش خطة، الشيل حالة اضطرار. ربنا يفرجها على كل بيت، وربنا يرزق كل شاب وشابة بفرصة محترمة، وربنا يجعل السنة دي أخف من اللي فات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.